المغرب يتسلم الدفعة الأولى من طائرات بيقدر أكينجي التركية الموسيلة. وصلت الدفعة الأولى من طائرات الطيران لمسافات طويلة من منطقة أكينجي إلى المغرب، بعد أن وصلت بالفعل إلى الطب الشرعي المغربي. ونؤكد أن النسخة الفرنسية تتميز بتطورها بالمقارنة مع النسخ التي سلمت لدول أخرى سابقاً. في العام الماضي، تلقى عدد من الطيارين المغاربة تدريبهم على تشغيل هذه الطائرات وموهبة لإدخالها في الخدمة. وكان من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من الشهر الماضي، إلا أن الدورة تؤجلت لوجستية. وكان المغرب قد أبرم صفقة مع تركيا لاقتناء طائرات بدون طيار متطورة من جزر بيرقدار أوكينجي التي تنتجها شركة بيكار التركية، وذلك في إطار تعزيز الموهبة الدفاعية للشركة المسلحة الملكية المغربية في مجالات المراقبة والهجوم. تم الإعلان عن الصفقة في أغسطس 2023، وبالتالي سيتم تسليم الطائرات في فبراير 2025، في حين لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة والتكلفة. تتميز بيرقدار أكينجي بقدرتها على التحليق على ارتفاع يصل إلى 40 قدم، مع مدة طيران تصل إلى 24 ساعة متواصلة. كما أنها قادرة على حمل حمولة تسليحية يصل وزنها إلى 1500 كيلوغراما، وتشمل مجموعة متنوعة من الذخيرة المحلية مثل مهجورة النامر الومامتي، إلى جانب قنابل موجهة بدقة. وتجهز أنظمة جوية متطورة ورادارات تصوير ثلاثية الأبعاد بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتحكم بها ذاتياً. ضمن استراتيجية توطين التكنولوجيا، تم التوافق على إنشاء مصنع عسكري في منطقة بن سليمان لتجميع وتصنيع طائرات مقاتلة جديدة، مما يسهم في التفعيل الجاهز للدفاع الصناعي المحلي. وهذا التوجه ضمن الجهود المبذولة من أجل تحديث القوات المسلحة، حيث سبق أن يقتني صواريخ بيرقدار TB2 عام 2021، إضافة إلى أنظمة إلكترونية أخرى من مصادر مختلفة. ومن خلال هذه الصفقة، أنتجت المغرب موقعه الجوي في المنطقة، مستفيداً من التكنولوجيا المتقدمة للطائرات الطويلة لتقوية دفاعاته وقدراته على الوقوف.